السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة من توب 10 كورة. وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب كلكم تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن نوعية حلقات كده أنا بصراحة بحب أتكلم فيها قوي، والكويرة بجد برضو هيحبوا قوي النوعية دي من الحلقات. عملنا قبل كده عن أكتر 10 لعيبة حريفة في مصر، وكانت حلقة قوية وكانت حلقة حلوة جدا. النهاردة بقى صعبنا الموضوع شوية وقلنا بقى هنتكلم عن أكتر 10 لعيبة حريفة في الوطن العربي كله. ويلا بينا بقى سريعا كده نبدأ بالمركز العاشر ونشوف مين اللعيبة العشرة اللي أنا اخترتها النهاردة كأحرف 10 لعيبة في الوطن العربي. اللعيب رقم 10 اللي أنا اخترته النهاردة هو اللاعب التونسي النمس يوسف المساكني. طيب نتكلم بقى كده كلمتين بسرعة عن يوسف المساكني اللي بدأ مسيرته الكروية في 2006 مع الملعب التونسي. قعد معاهم سنة واحدة بس، بعد كده في 2008 انتقل لنادي الترجي التونسي. وفي 2008 أو الفترة بتاعت 2008 لحد 2013 مع الترجي التونسي دي تعتبر أكتر فترة يوسف المساكني كان منور قوي فيها، سواء مع الترجي او حتى مع منتخب تونس، ودي تعتبر اقوى فتره ليوسف المساكني. في 2013 اخذ يوسف المساكني القرار الغريب واللي انا غير موافقه فيه تماما، وهو انه ينتقل الى الدوري القطري. لاعب في عز نجوميته وتالقه، بدل ما يروح يلعب في اوروبا او يروح يلعب حتى في الدوري الهولندي او الدوري البرتغالي، قرر انه يروح يلعب في الدوري القطري اللي كل لعيبه العالم بتروح تفنش فيه. هو في عز قوته قرر ان هو يروح للدوري القطري، وفعلا قعد في الدوري القطري من سنة 2013 لحد دلوقتي. قعد مع نادي الدحيل حوالي 9 سنين من 2013 ل 2021، وفي 2021 قرر انه ينتقل لنادي العربي القطري اللي هو لسه مستمر فيه لحد دلوقتي. وفي انباء كده بتقول ان هو تقريبا مش هيجددوا له عقده السنة دي، وفي احتماليه كبيره جدا بتقول ان يوسف المساكني احتمال في موسم 2025 2026 يكون مع نادي الترجي التونسي. نروح بقى للمركز التاسع، واللعيب برضو اللي انا هتكلم عنه في المركز التاسع ده يا جماعه كان قوي جدا بصراحه ومش هيتكرر بسهوله، وهو الجوهره السعوديه محمد نور. محمد نور بصراحة لعيب كان قوي جدا، وانا شخصيا شايف انه مش هيتكرر بسهولة. لعيب كان قوي بدنيا، لعيب كان حريف قوي، بالاضافة لكده بقى ان هو تحس انه مش بيعمل اي مجهود خالص، سواء في الترقيص او في الشوط. فجأة كده تلاقيه ممكن مثلا بلمسة واحدة ضرب الفرقة اللي قدامه كلها بباصة او ثرو وودى المهاجم بتاعه للجون. محمد نور ما كانش بيعمل مجهود في الترقيص ولا بيعمل مجهود في الشوط ولا بيعمل مجهود في الاوفرات او الاسيستات، تحس ان هو بيلعب ببساطه قوي، بس اللي هو بينتجه في الملعب كان كبير قوي ومش اي حد يقدر يعمله. طيب نتكلم كده سريعا عن مسيرة محمد نور اللي بدأت سنة 1996 مع ناشئين اتحاد جدة. هو مبدئيا مواليد مكة المكرمة، لكن بدأت مسيرته الكروية في ناشئين اتحاد جدة من سنة 1996. قعد معاهم لحد سنة 2013، ما طلعش بره اتحاد جدة خالص. أخد معاهم حوالي 7 دوري و3 كاس و2 دوري أبطال آسيا وواحد كاس الكؤوس الآسيوية. في سنة 2013 طلع لأول مرة محمد نور من اتحاد جدة، بس ما بعدش قوي ولعب السنة ديت مع نادي النصر السعودي. لعب في النصر السعودي سنة واحدة، أخد معاهم دوري وكاس. بعد كده بسرعة رجع سنة 2014 لنادي اتحاد جدة عشان يلعب معاهم سنتين بس، وبعد كده يقرر الاعتزال كرة القدم في بيته نادي اتحاد جدة. كمان محمد نور كان ليه بصمة قوية جدا مع المنتخب السعودي، بدأت سنة 1999 في كاس القارات في المكسيك، البطولة اللي احنا لينا فيها ذكرى سيئة جدا. المهم محمد نور من سنة 99 لحد ما اعتزل كرة القدم كان ليه دايما تواجد وبصمة أساسية مع المنتخب السعودي. لعب معاهم بطولات آسيا كتير جدا، ولعب معاهم 2 كاس عالم في كوريا واليابان سنة 2002 وسنة 2006 في ألمانيا. طيب سريعا بقى المركز الثامن، واللعيب اللي انا اخترته في المركز الثامن كان لعيب داهية بلغة الكورة كده، لعيب حريف قوي ولعيب برضه مهاري قوي. اللعيب هو الجزائري كريم زياني. كريم زياني من اللعيبه الحريفه جدا اللي برضه مش هتتكرر بسهوله، ولاعيب ممتع وكل الناس كانت بتحب تتفرج عليه. بس يمكن سوء اختياراته للانديه اللي هو لعب فيها هي اللي خلته ما ينورش قوي وما يسيبش بصمه كبيره قوي عند الناس. يمكن فتره تالقه اكتر حاجه الناس فاكراها له مع المنتخب الجزائري. طيب تعالوا بقى كان نتكلم بسرعه عن مسيره كريم زياني اللي بدات في فرنسا ولعب لاكتر من نادي في الدوري الفرنسي، اهمهم طبعا كان نادي مارسيليا ونادي سيشو ونادي لوريان، وكمان لعب في الدوري الألماني مع نادي فولفسبورج. لكن فجأة في 2011 وبدون أي مقدمات وهو في عز تألقه قرر انه يروح للدوريات العربيه، ولف لفه كده ما بين قطر والامارات من 2011 ل 2016 عشان بقى يرجع تاني في 2017 الدوري الفرنسي، لكن المره دي لفريق درجه تانية. قعد معاهم سنتين لحد 2019 وبعد كده قرر الاعتزال في 2019. نروح بقى للمركز السابع ونرجع للسعوديه تاني، والمره دي هنتكلم عن جوهره ما زالت بقى مستمره في الملاعب لحد دلوقتي، لسه بيمتعنا بفنه ولعبه وادائه المتميز، وهو اللاعب السعودي سالم الدوسري. مبدئيا كده سالم الدوسري يعتبر اكتر لاعب في ال10 لعيبه اللي انا اخترتها النهارده ايجابيه على الجون،
واكتر لاعب احرز اهداف. انا كده كده طبعا قلت لكم ان معيار الاهداف والبطولات مش معانا ومش هو الاسباب اللي بنختار بيها، بس دي حاجه حبيت اقولها كده في النص، ان اللعيب دوت هو اكتر لاعب ايجابيه على الجون واكتر لاعب احرز اهداف في القائمه بتاعت النهارده. لو هنتكلم بقى على الحرفنه والعنصر الاساسي بقى في حلقه النهارده، فسالم الدوسري حدث ولا حرج. سالم الدوسري مفيش ماتش سواء للهلال او المنتخب السعودي ايا كان بيلاعب مين غير لما تطلع بلقطتين ثلاثه ترقيص وكباري وفنيات بطريقه غير طبيعيه. طيب نتكلم كده بقى سريعا عن سالم الدوسري اللي بدأ مسيرته مع ناشئين الهلال السعودي، والمفارقه الغريبه جدا انه تم رفض سالم الدوسري مرتين في ناشئين الهلال السعودي من الاداره الفنيه، وان هو كانوا بالبلدي كده يعني بيقولوا له انت مستواك اقل من المتوسط وشوف نادي تاني روح العب فيه. لكن سالم الدوسري كان عنده اصرار كبير جدا انه هيلعب في النادي دوت وهيثبت للناس كلها ان هو لعيب كبير. وفعلا في المره الثالثه تمت الموافقه على سالم الدوسري انه ينضم النادي الهلال السعودي علشان تبدا مسيرته من سنه 2011 حتى الان، وهو مستمر مع نادي الهلال السعودي ورقم واحد في الدوري السعودي ورقم واحد في المنتخب السعودي. سالم الدوسري لعب سنه واحده بس سنه 2019 وكانت غير موفقه خالص في الدوري الاسباني مع نادي فيا ريال. في السنه ديت يعتبر لعب ماتش واحد او ماتشين وما عملش اي حاجه خالص في السنه ديت. مسيره سالم الدوسري مع الهلال كمان كانت موفقه جدا، اخذ معاهم 7 بطولات دوري و3 بطولات كاس واخذ 5 سوبر سعودي، وكمان اخذ 2 دوري ابطال اسيا، وكمان لعب مع المنتخب السعودي 2 كاس عالم واخذ سنه 2022 احسن لاعب في قاره اسيا. نروح بقى للمركز السادس، واللعيب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي هو لعيب اتكلمت عنه قبل كده في حلقه اكتر 10 لعيبه حريفه في مصر، واللعيب دوت اخذ المركز الثاني، ولعيب بصراحه انا شخصيا بتمتع بيه جدا ولعيب قوي جدا، وهو اللاعب المصري محمد زيدان. محمد زيدان من اللعيبه الحريفه جدا اللي فعلا متعتنا ورفعت راسنا جدا في الدوريات الاوروبيه، سواء بقى في الدوري الالماني او الدوري الدنماركي او حتى مع منتخب مصر في افريقيا. طيب خلونا كده نتكلم بسرعه عن محمد زيدان اللي مسيرته بدات في الدنمارك سنه 1999، لعب 6 سنين في الدوري الدنماركي لسنه 2005، كان عامل اداء قوي جدا واداء متميز جدا، بس ما كانش في حد يعرفه قوي وما كانش الناس لسه بتتكلم عنه قوي. لكن الموضوع اختلف تماما في سنه 2005 لما انتقل للدوري الالماني، عمل اداء قوي جدا وعمل اداء متميز جدا، وبدات الناس كلها تتكلم عنه وقد ايه احنا عندنا لعيب موهبه زي دوت في الدوري الالماني مكسر الدنيا. لعب مع انديه قويه جدا في الدوري الالماني زي بروسيا دورتموند وزي فيردا بريمن وهامبورج وماينز، وعمل اداء قوي جدا لسنه 2012. في سنه 2012 بقى تعرض محمد زيدان لاصابه قويه جدا بقطع في الرباط الصليبي. الاصابه دي بصراحه اثرت قوي على مشوار محمد زيدان عشان يرجع سنه 2013 يلعب بقى في الدوري الاماراتي مع نادي بني ياس لمده سنتين. سنة 2015 رجع محمد زيدان الدوري المصري، لعب سنة واحدة مع نادي الإنتاج الحربي، وفي سنة 2016 اعتزل محمد زيدان كرة القدم. كمان محمد زيدان كان ليه بصمة قوية جدا مع المنتخب المصري، وكان مشارك في تتويج منتخب مصر ببطولة أفريقيا سنة 2008 أفريقيا سنة 2010. كمان محمد زيدان كان ليه بصمة قوية جدا في كأس القارات سنة 2010. نروح بقى للمركز الخامس، وبصراحة كده بقى الخمس مراكز اللي جايين دول تعبوني قوي في ترتيبهم. فاللعيب اللي في المركز الخامس بصراحة معانا النهارده انا حاسس ان انا ظالمه بالمركز الخامس والله، من كتر ما انا شايف ان هو لعيب قوي وشايف ان هو لعيب مهاري وحرفنته ديت انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه، وهو اللاعب الاماراتي عمر عبد الرحمن عموري. لعيب حريف بطريقه مش طبيعيه، تحس ان هو رجله ما فيهاش عظم، عارف انت اللعيبه اللي تحس ان الكره في رجليها عامله زي البسبوسه. انا بالنسبه لي عموري كان كده بصراحه، شايف ان لعيب حريف بدرجه مش طبيعيه، بس مشكلته كانت الاصابات. طيب خلونا بقى نتكلم عن عمر عبد الرحمن عموري اللي هو اصلا يعتبر من اصول يمنيه، واتولد في السعوديه وقعد فتره في السعوديه، وبعد كده قرر هو واسرته انه ينتقل ويعيش في الامارات علشان ياخد الجنسيه الاماراتيه ويمثل المنتخب الاماراتي ويلعب مع نادي العين من سنه 2008 لسنه 2018، 10 سنين متتاليه مع نادي العين. وخلوني اقول لكم كمان ان في ال10 سنين دول عموري جاله عروض اوروبيه كتير جدا زي نادي اوساسونا الاسباني، بس نادي العين الاماراتي رفض العرض، وكمان جاله عرض اعاره من نادي بنفيكا البرتغالي، بس المره دي بقى عموري اللي رفض العرض بسبب الضعف المادي. كمان خليني اقول لكم ان في خلال 10 سنين اللي هي من 2008 ل 2018 عموري جاله 2 رباط صليبي، اتصاب مرتين بالرباط الصليبي، لكن كل مره كان بيرجع اقوى من اللي قبليها وبيرجع مستواه قوي جدا، وكمان فاز بجائزه افضل لاعب في قاره اسيا سنه 2016. سنه 2018 بقى قرر عموري انه ينتقل لنادي الهلال السعودي علشان اول ما يروح كده يفوز معاهم بالسوبر السعودي، وفي سادس ماتش ليه بس في الدوري يجيله الرباط الصليبي الثالث. بس الرباط الصليبي الثالث دوت للاسف كان مختلف خالص عن الاثنين اللي فاتوا، رجع على الدوري الاماراتي تاني، لعب مع الجزيره وشباب الاهلي والوصل، في ال3 انديه للاسف عموري كان مستواه اقل من المتوسط.
هو بنفسه حس بالموضوع وقرر انه يعتزل كرة القدم في سنة 2024. نروح بقى للمركز الرابع وتاني لاعب مصري هتكلم عنه النهارده واللي كسب في حلقة احرف لاعب في مصر، وهو النجم الكبير عبد الستار صبري. عبد الستار صبري مبدئيا كده انا اخترته اكتر لاعب حريف في مصر، وشايف ان هو فعلا حريف جدا، وبالاضافه لكده بقى انا شايف ان هو اكتر لاعب مظلوم في مصر. اللاعب دوت اندر ريتد جدا، وشايف ان هو ما خدش نص حقه بالنسبه لمستواه ومهارته وفنياته. والسبب الرئيسي في كده بصراحه شايف ان هو عشان ما لعبش في واحد من قطبين الكره المصريه. يعني عبد الستار صبري دوت لو كان في تاريخه لعب للاهلي او للزمالك انا شخصيا اتوقع انه كان هياخد حقه اكتر من كده. عبد الستار صبري مسيرته بدات سنه 1993، لكن نجوميته الحقيقيه ظهرت سنه 96 مع منتخب مصر في افريقيا، وفي سنه 97 على طول طلع على اوروبا علشان يلعب في الدوري النمساوي لمده سنه، وبعديها على طول لعب سنه في الدوري اليوناني مع نادي باوك، علشان بقى سنة 2000 تبدأ انطلاقته في الدوري البرتغالي مع نادي بنفيكا ونادي ماريتمو. عمل مواسم قوية جدا في الدوري البرتغالي لسنة 2005. سنة 2005 قرر عبد الستار صبري انه يرجع الدوري المصري تاني علشان يلعب في نادي طلائع الجيش من سنة 2005 لسنة 2010، وبعديها يقرر انه يعتزل كرة القدم. مش عايزين ننسى طبعا عبد الستار صبري انه كان ليه بصمة قوية جدا مع منتخب مصر، وكان من اهم الاسباب اللي خلتنا نفوز ببطولة افريقيا سنة 98 في بوركينا فاسو. وكمان عبد الستار صبري فاز مع المقاولين العرب ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية سنة 96. وصلنا بقى للتوب 3، واللاعب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي للاسف في ناس كتير جدا على فكره ما تعرفوش، وفي ناس كتير قوي عارفاه بالاسم بس. انا شخصيا بقى شايف ان اللاعب دوت حريف بدرجه مش طبيعيه. اللاعب دوت هو اللاعب المغربي عادل تعربط. عادل تعربط مبدئيا كده لعيب ما خدش حقه خالص. اللعيب ده يا جماعه كان حريف بطريقه مش طبيعيه، وللاسف لولا العقليه بتاعته شويه واختياراته وان هو كان بيفسخ عقده مع الانديه وبيعمل مشاكل كتير كده بالبلد، يعني لولا الحاجات ديت عادل تعربط ده كان زمانه كده حاجه زي مثلا محمد صلاح او اقل شويه، من كتر ما هو لعيب مهاري لعيب حريف جدا. مبدئيا كده عادل تعربط من ناشئين نادي لانس الفرنسي، ومن كتر ما عادل تعربط كان منور جدا في مرحله الناشئين ومكسر الدنيا قرر على طول نادي توتنهام انه يشتريه علشان تبقى تاني مرحله في مشوار عادل تعربط، يعني من مرحله الناشئين والخطوه الثانيه على طول كده انه يلعب في نادي توب من انديه الدوري الانجليزي وهو نادي توتنهام. لعب في نادي توتنهام لمده سنتين من 2007 لسنه 2009، وللاسف كان الجمهور وكل الناس بتحبه جدا لانه شايفين ان هو لعيب خامه كويسه جدا ومهاري وحريف وقوي جدا، لكن للاسف مشاكله مع المدرب وان هو ما كانش ملتزم قوي بالتعليمات الفنيه خلته يبقى دكه كتير جدا لحد سنه 2009 لما قرر توتنهام ان يبيع عادل لنادي كيو بي ار. في كيو بي ار بصراحه كانت تعتبر البدايه الحقيقيه لعادل تعربط في اوروبا، بس للاسف دخل عادل تعربط في تصادم كبير جدا مع هاري ريدناب مدرب كيو بي ار في الفتره ديت، وكان كده مش ملتزم بالتعليمات اللي بيقعد يقولها له. للاسف انتهت مسيرته في كيو بي ار سنه 2012، ودي كانت احسن فتره ليه. في سنه 2013 انتقل عادل تعربط من نادي كيو بي ار لنادي فولهام الانجليزي، وبرضه عمل مع فولهام اداء قوي ومتميز جدا، لكن للاسف برضه مشاكله كانت مستمرة وكان برضه في صدام كبير جدا مع المدرب. بعديها على طول بسنة انتقل لنادي ميلان الإيطالي في سنة 2014. لا في بقى أندية درجة تانية ولا في أندية مثلا مغمورة ولا دوري فرنسي ولا مش عارف إيه. الراجل دخل أصلا لعب في 3 أندية كبار جدا في الدوري الإنجليزي. ساعتها كيو بي ار ده كان نادي كبير جدا على فكرة في الدوري الإنجليزي. بالإضافة لكده لما قرر يطلع من إنجلترا طلع على إي سي ميلان. فعادل تعربط بجد كان لعيب كبير وكان لعيب موهوب قوي وكان لعيب حريف جدا، لكن هرجع اقول تاني ان المشاكل اللي كان بيعملها وسلوكه وكان دايما مش بيحترم كلام المدربين بالاضافه لزياده وزنه اللي كان مش بيعمل عليه كنترول هم اللي اثروا على مستوى عادل تعربط جدا. نروح بقى للمركز الثاني ووصيف حلقه النهارده لعيب اندر ريتد جدا بصراحه، الناس للاسف مش بتذكره دايما ولا بتتكلم عنه، رغم ان انا بصراحه شايف ان اللعيب دوت مش هيتكرر تاني من كتر ما هو ستايل لعبه حلو قوي وطريقه لعبه بجد فيها حرفنه واللي فيها كده تحس ان انت قاعد مستمتع بطريقه لعبه. المركز الثاني معانا النهارده زين الدين زيدان العرب، وهو الجزائري مراد مغني. مراد مغني ده يا جماعه حدوته فعلا وقصه وحكايه. يعني مراد مغني دوت مش لعيب عادي، لعيب حريف بطريقه وكان بيرقص بطريقه ممتعه بشكل مش طبيعي. الناس كلها كانت في فرنسا والناس كلها في اوروبا كانت بتشبهه بزين الدين زيدان، خصوصا كده ان بدايته على فكره كانت برضو قريبه قوي من بدايه زين الدين زيدان. هو بدأ في مرحله الشباب لمنتخب فرنسا ولعب معاهم على فكره بطوله كاس العالم وبطوله اوروبا، واخد احسن لاعب في البطوله في كاس اوروبيه للشباب. بس بعد كده بقى قرر ان هو يلعب للمنتخب الجزائري ويمثل المنتخب الجزائري الكبير. طيب خلونا كده نتكلم عن مسيره مراد مغني باختصار. هو مبدئيا بدأ في نادي بولونيا الايطالي ولعب معاهم من سنه 2002 لسنه 2007. كان ضمن بس الفتره ديت في سنه واحده اعاره لنادي سوشول فرنسي.
بس بداية مراد مغني الحقيقية كانت سنة 2007، سواء على مستوى الأندية لما راح نادي لاتسيو الإيطالي، أو حتى على سبيل المنتخبات لما قرر إنه يمثل المنتخب الجزائري وإنه يلعب بالمنتخب الجزائري الكبير. من سنة 2007 لسنة 2011 الأربع سنين دول هم يعتبروا أكتر 4 سنين تألق فيهم مراد مغني، سواء في الدوري الإيطالي مع نادي لاتسيو أو حتى مع المنتخب الجزائري. بس للأسف الحلو ما يكملش، علشان مراد مغني من سنة 2010 أو سنة 2011 تقريبا قعد لحد سنة 2013 2 أو 2.5 سنين بيتصاب. كل ما يتعالج يتصاب، يعني يرجع الملعب يروح متصاب، يرجع تدريبات يروح متصاب، يتعالج من إصابة يروح جاي له إصابة تانية. قعد في الموضوع دوت حوالي بتاع 2.5 سنين، علشان في سنة 2013 بقى يسيب الدوري الإيطالي ويسيب أوروبا ويسيب الدنيا كلها ويرجع على الدوري القطري. بالمناسبة مراد مغني أخذ كاس إيطاليا وأخذ السوبر الإيطالي مع نادي لاتسيو، وكمان كان من أسباب صعود الجزائر لكاس العالم سنة 2010. العيب الوحيد اللي كان في مراد مغني هو إنه كان يعتبر بصمته على الجون قليلة شوية. مراد مغني يعتبر أقل لاعب إيجابية على الجون، هو كان لعيب بيرقص أي حد وكان بيعمل سيرفيهات كتير جدا وأسيستات كتير جدا، لكن إجوان ما كانش بيحط إجوان خالص. لكن انا كده متفق معاكم برضو ان معيار الاهداف مش هو اللي هيخش معانا في الحلقه النهارده، بس دي ملحوظه قلت اقولها على جنب. طيب نروح بقى للمركز الاولاني، وعايزكم تبقوا مستعدين بقى للمركز الاولاني. بصراحه النجم اللي انا هتكلم عنه دلوقتي هو المركز الاولاني دون شك، واللاعب اللي انا اخترته في المركز الاولاني النهارده هو اللاعب الليبي طارق التايب. طيب خلونا بقى كده نتكلم عن النجم الكبير طارق التايب، اللي بدايته كانت سنه 1995 مع نادي اهلي طرابلس الليبي، استمر معاهم لمدة 6 سنين لسنة 2001. كان عامل مستوى عالي جدا ومكسر الدنيا في الدوري الليبي، وجاله أكتر من عرض في أوروبا، وجاله كمان فترة معايشة من نادي يوفنتوس الإيطالي في عز مجد اليوفي وفي عز مجد الدوري الإيطالي كله. بس للأسف كان في شروط كده في الدوري الليبي بتمنع إن أي لاعب يروح يلعب في أوروبا، أو خليني أقول بصراحة هي ما كانش الشروط في الدوري الليبي قد ما هي كانت مشاكل سياسية شوية ما بين طارق التايب وبعض السياسيين. المهم ان طارق التايب سنه 2001 بقى قرر انه يسيب الدوري الليبي وينتقل لنادي الصفاقسي التونسي، اللي يعتبر بدا فعلا اسم طارق التايب يكسر الدنيا في الوطن العربي، وكان عامل مع الصفاقسي التونسي اداء متميز وقوي جدا. كمان طارق التايب في النص كده لعب سنه لنادي الافريقي التونسي، وبعد كده ساب بقى تونس خالص وطلع يلعب في الدوري التركي مع فريق غازي عنتاب. قعد معاهم سنتين من سنه 2004 لسنه 2006. سنه 2006 بقى رجع تاني طارق التايب الوطن العربي، بس المره دي لعب في الدوري السعودي مع نادي الهلال. لعب معاهم 3 سنين من سنة 2006 لسنة 2009. قمة في الروعة، 3 سنين أحلى من السنين كمان بتاعت الصفاقسي التونسي. عمل معاهم أداء متميز غير طبيعي، كان مكسر الدنيا وكانت كل الناس بتستمتع بيه. سنة 2009 طارق التايب ساب الهلال وانتقل لنادي الشباب السعودي علشان يلعب معاهم سنة واحدة لسنة 2011. وفي سنة 2011 دي بالمناسبة على فكرة كان هيجي الدوري المصري لنادي الأهلي. بس المهم بقى إن في سنة 2016 قرر طارق التايب إنه يعتزل كرة القدم خالص. أنا شخصيا شايف إن موهبة طارق التايب دي للأسف مش هتتكرر بسهولة خالص، وكان لازم لاعب زي دوت يلعب في دوريات أوروبية، وللأسف هو فعلا جاله الدوري الإيطالي سواء اليوفي أو أكتر من نادي، بس للأسف الحتة السياسية هي اللي منعته وحرمتنا إن يبقى في لاعب كبير زي طارق التايب في دوريات قوية زي الدوري الإيطالي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، حلقة أكتر 10 لعيبة حريفة في الوطن العربي. أتمنى يا رب إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى تكون اختياراتي كمان عجبتكم. هستنى منكم كل الدعم بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تكتبوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في ال10 لعيبة اللي أنا اخترتها، وأنتوا قولوا لي إيه أكتر 10 لعيبة أنتوا شايفين إن هي حريفة وكان لازم تتحط في القائمة بتاعت النهاردة. إن شاء الله يا رب أشوفكم دايما على خير، ونتقابل قريب على خير. السلام عليكم.